لبس المصحف في رجليه. الإنسان اتحد مع كل حاجة تنفعه أو حتى تضره، إنما لدرجة إنه يتحد مع أكبر أعدائه. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. البني آدم ده كان خادم للجن، أو أكبر بكتير من إنه خادم، ده بمثابة ابن ليهم ولعالم الشياطين. داوود محمد فرحان. ممكن تكون سمعت عنه وممكن لأ، بس الأكيد إنك شفت مسلسل المداح اللي تفاصيل القصة بتاعته أو شخصيته بيتقال إنها شخصية داوود. داوود قصته تشيب وترعب حرفيا، فركز معايا. اتولد داوود في اليمن لأب ساحر، أباً عن جد، يعني أبوه كمان كان وارث شغلانة السحر دي من أبوه، وهكذا جيل بيسلم جيل. أبوه كان خادم للجن والعفاريت، واتولد داوود. بس لسوء حظه إن دخول عالم الجن ده مش زي الخروج منه، وأبو داوود كان بدأ خلاص يكبر، وكان لازم ليه وارث يكون خادم وعابد للجن. وبدأ داوود في عمر ال6 شهور يجيله حالات صرع ويعيط بالليل بسبب ومن غير سبب. بس أبوه كان عارف إن دي أول حالات تلبس الشيطان، وخصوصا إن أبوه أحيانا بيستخدم داوود الرضيع ده ويعمل عليه طلاسم وتعويذ لفك المقابر. المهم قرر أبوه يوهبه للشيطان وهو لسه في اللفة حرفيا. وزي ما قلت لك لازم وارث لعرش الساحر الكبير، لأن أبوه كان خلاص بيودع ومات أبوه. وبدأ داوود في عمر ال14 سنة يلاحظ حبه الشديد إنه يقعد لوحده، فكان بيطلع بره القرية اللي هو فيها ويقعد في أماكن شبه فاضية تماما. وطبعا كان بيظهر ليه الجن متلبس على شكل ستات حلوة وبتحاول تغويه طول الوقت، لحد ما في يوم من الأيام كان راجع من خارج القرية ولقى حيوان كده شكله غريب، حمار صغير أو حاجة أكبر من المعزة، فخدها ومشي. كان مفكر إن في حد ربطها في الصحراء ومشي لحد ما وصلوا لحتة في الطريق قامت وقفت ومش بتتحرك خالص. ضربها مرة مش بتتحرك، التانية برضو مش بتتحرك، ولسه هيضربها للمرة التالتة راحت بصت له وقالت له انت فاكرني حيوان بجد ولا ايه؟ خاف جدا ورجع البيت. بس امه كانت فاهمة ان ده كده كده هيحصل، وكانت خايفة جدا لانها مش عايزة ابنها يدخل في سكة ابوه، فخدته وراحت لساحر تاني علشان تشوف حل للموضوع ده. واول ما دخل داوود على الساحر قال خدوه واطلعوا بره، وده لان داوود الجن اللي كان معاه تقال جدا. ومش بس كده، ده كان معاه 7 خدام من الجن. اخدته امه وربطته في البيت بالجنازير علشان تضمن انه ما يخرجش ويقعد معهم تاني. بس هما كانوا بيفكوه بالليل وبيجيبوا له لحم ميتين. داوود كان بياكل كل القذورات حرفيا لان ده اللي معتاد عليه في عالم الجن، وبيوصل لدرجة انهم بياكلوا لحم اطفال ميتة. ودي مش اغرب الشروط علشان تدخل وسطيهم، الاغرب لسه جاي. اولهم الشرك بالله، أعوذ بالله، يعني تكفر بربنا وبكتبه ورسله. وتانيهم إنه يقطع المصحف ويلبسه في رجله، استغفر الله العظيم. وطبعا الخلوة، ولكن بشرط 40 يوم بعيد عن الناس، ويكون الشخص مش طاهر وممنوع أصلا إنه يتطهر. وبيقرأ طلاسم من كتاب شمس المعارف، وده الكتاب اللي ورثه من أبوه. كتاب شمس المعارف أنا كنت حكيت لك عنه في حلقة قبل كده، روح شوف الحلقة عشان تفهم إيش معنى الكتاب ده. المهم إن كل ما الساحر يكفر بالله أكتر يتقرب للشيطان أكتر، لدرجة إنه أثناء الأذان ممنوع عليه سماعه بل يلعن المؤذن. وطبعا السحرة درجات، كل حد فيهم ليه مستوى معين، وداود ما كانش في مستوى بسيط، وده خلاه يبدأ يشتغل، ولكن كان مسمي نفسه معالج روحاني علشان الناس لو عرفت اللي بيحصل مستحيل يروحوا له. كان الخدم اللي معاه من الجن قبل ما يدخل عليه الشخص اللي المفروض إن جاي يتعالج روحانيا بيبلغوه بكل حاجة، اسمه ايه وجاي ليه. وطبعا لما الشخص بيسمع المعلومات دي بتاعته عنه من غير ما يتكلم بيصدق انه ليه كرامات، بس دي حاجة برضه تشكك فيه. وعشان يبعد الشك ده يقوم عشان يصلي. بس ثواني، اوعى تكون مفكر انه هيصلي لربنا، ده هيصلي لابليس. يدخل الحمام ويقول تعويذه على اساس انه كده بيتوضى ويطلع يصلي، بس بيتجسد قدامه في اللحظة دي الشيطان. وفي أثناء السجود بيحط الشيطان رجله على راس داوود. انت متخيل؟ اشتغل داوود 18 سنة كاملين ما ركعش فيهم ركعة واحدة لله، بل عمل كل ما يغضب الله، لحد ما في يوم جاله رؤية انه مات ودخل القبر. الحلم من صعوبة تفاصيله قام على صرخة واحدة صحت 3 أدوار من العمارة اللي ساكن فيها، ورجع يكمل نومه. وحلم الحلم التاني ان ابوه في مكان
تحت منه وبيتوضى بميه مغليه، وبيقول له: يا داوود مش هينفعك في المكان اللي انا فيه ده غير ربنا. وصحي داوود وقرر انه يتوب. بس زي ما قلت لك، الدخول للعالم ده مش زي الخروج منه ابدا، الخروج منه بخروج الروح. وده اللي حصل. الجن قتل لداوود اول طفل ليه اللي كان عمره وقتها 9 سنين، وداوود برضه ما تراجعش. قام الجن قتله ابنه التاني وبرضه ما تراجعش. وهنا كان جه الدور على مراته اللي كانت حامل، واتقتل الجنين في بطنها، ووصته مراته ما يرجعش لطريق السحر ده تاني ابدا. بس هم هددوه ان الدور عليها هي لو ما رجعتش عن التوبه اللي في دماغك. بس توبه داوود كان تمنها روحها او تمنها 4 أرواح. زي ما قلت لك، الخطوة هنا بحساب، وفي الأول وفي الآخر النفع أو الضرر من عند الله، ومفيش ساحر هيعرف يديلك إلا اللي ربنا عايزه. احنا هنا هنديلك كل معلومة انت محتاج تعرفها، وورا أي حاجة انت مش عارفها، وده لا سحر ولا شعوذة. فما تنساش تتأكد لو كنت على الفيسبوك تشاركني رأيك في الكومنتات، وتتأكد انك عامل شير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.